المهارات الأساسية للكوتشنج. أول مهارة في الكوتشنج هتكلم عنها النهاردة، ودي مهارة أساسية، هي مهارة الدعم. مهارة الدعم يعني إيه مهارة الدعم؟ لو أنت كوتش، فلو حد جاي لك وجاي عايز تساعده، أول حاجة محتاجها إن أنت تدعمه، تعمله دعم. بيبقى محتاج إن أنت تتقبله، تفهمه، عايز يحس إن هو في بيئة آمنة، في مكان آمن. لأن احنا مش سهل إن احنا نتكلم. خليني أقول لكم كده، دايما أقول إن كل واحد فينا عنده برواز أو تابلو كده شكله حلو لنفسه. كل واحد فينا راسم لصورته ولشكله تابلو. يعني أنا كهند رسمة كده لنفسي صورة حلوة، ودايما الصورة دي هي اللي مظهراها للناس، ودايما طول الوقت ببقى عايزة أحافظ على صورتي. فتلاقي حد يا نفسي هتلاقي مثلا هند لا، لو طالعه تعمل لايف فلازم مثلا تظبط الطرحه بتاعتها، يبقى شكلها حلو، يبقى كلامها حلو، يبقى كذا. ليه؟ عشان تحافظ على الصوره الذاتيه بتاعتها، عشان صورتها ما تبقاش وحشه. فده طبيعي، سواء احنا كنا بنهتم بكلام الناس او ما بنهتمش بكلام الناس. كل واحد فينا عنده صوره ذاتيه، والصوره دي حاططها زي ما يكون في برواز، والبرواز ده بيحب دايما طول الوقت يحافظ عليه، طول الوقت يحافظ عليه، يحب يحافظ على صورته وشكله. طيب، وده بقى بياخدنا لايه؟ ده بياخدنا بما ان انا عندي صوره وعايز احافظ على صورتي وعلى شكلي، سواء قدام نفسي او قدام الناس، فده بيخليني ابعد عن النقد. احنا اصلا ما بنحبش النقد. ليه؟ لان النقد ده بنحس ان هو، عارفين بيعمل ايه؟ كانه زي المسمار كده اللي بيدق في التابلو، في الصوره بتاعتك. يعني لما حد بينقدك بتلاقي غصب عنك انت بتتضايق. طب انا بتضايق ليه؟ لان النقد ده بيمثل زي المسمار بالظبط كده، كأن هو في مسمار اندق في الصورة بتاعتك فخلى فيها شرخ. عشان كده احنا اصلا طبيعي ما بنحبش النقد، ما بنحبش حد يحكم علينا، ما بنحبش حد ينقدنا، بنخاف على الصورة الذاتية بتاعتنا، فبالتالي بنبعد عن الاشخاص اللي بينتقدونا. طيب بعد بما ان احنا عندنا صوره، بصوا انا ماشيه معاكم ستيب باي ستيب بالراحه شويه، ان احنا عندنا صوره والصوره دي بنحاول نحافظ عليها، فبالتالي بنبعد عن النقد، فبالتالي بنخاف من النقد، فبالتالي بنحب دايما نروح للناس اللي شبهنا، عشان اللي شبهنا مش هيحكم علينا. انا لو بشرب سجاير فهروح اقف مع ناس بيشربوا سجاير، مش هروح اقف مع حد تاني ما بيشربش سجاير فيقعد يقول لي الريحه دي وحشه وبطل وحرام والكلام ده كله. ده بالنسبه للشخص نقد. طيب ده بياخدنا بقى لايه بقى؟ بياخدنا ان انا عشان احافظ على الصوره الحلوه دي، فاحنا كلنا بلا استثناء بلا استثناء عندنا حد قريب مننا. عندنا اكيد عندك حد قريب منك في حياتك، اب، ام، اخت، زوج، زوجه، ابن، صاحبه، صديق. كلنا عندنا حد، صح؟ والحد ده زي ما بنقوله كده كاتم اسرارنا، بنحكي له على كل حاجه. طيب بنحكي له على كل حاجه، هل الجمله دي صح؟ بنحكي له على كل حاجه؟ لا، احنا مش بنحكي على كل حاجه. احنا مش بنحكي على كل حاجه. احنا بس اللي احنا بنعمله ان احنا بنيجي نحكي 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 نحكي، وبنيجي نقف عند حته معينه. طب ليه الحته المعينه دي؟ فكروا كده معايا، كل واحد فيكم فكر في صديق كده عنده او اقرب حد ليه، وفكر اقرب موضوع كان بيحكي له. هتلاقيه بيحكي 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 بيحكي، بيجي عند نقطه كده وبس ويسكت. ليه؟ لان دايما احنا بنبقى خايفين النقطه دي لو طلعت الشخص اللي قدامنا هيقول علينا ايه. فدايما كل واحد زي ما بيقولوا عنده الصندوق الاسود او الغرفه المغلقه اللي ما بتتفتحش لحد، واللي في الاغلب معظم مشاكلنا بتيجي من الايه؟ من الغرفه المغلقه دي. طيب عشان كده الكوتش المفروض انه هو
بيوصل معاك ان انت تحس بالامان وانت معاه، عشان خاطر تفتح الاوضه المغلقه. عشان كده لما قلت لكم في الاول الدعم، احنا النهارده بنتكلم على الدعم من اهم المهارات في الكوتشنج. لازم الشخص يحس ان انت بتدعمه، يحس ان انت شبهه ومش هتحكم عليه. كارل روجرز كان بيقول ان الناس بينموا وبيحققوا نفسهم بشكل افضل لما 3 حاجات تحصل، اللي انت ككوتش تعمل معاهم 3 حاجات. اول حاجه لما بتديهم احترام ايجابي غير مشروط. يعني ايه احترام ايجابي غير مشروط؟ يعني انا بحترم هبه، معرفش مين هبه، بس انا بحترم، مثلا جت في بالي انا مثلا هبه بتشتغل معايا، فانا بحترم هبه، سواء هبه بتقول لي ان هي بتعمل حاجه غلط او بتعمل حاجه صح. انا بحترم العميل بتاعي اللي بيشتغل معايا، سواء هو بيقول لي كلام حلو كلام وحش، بيقول لي حتى لو بيقول لي على اي مصايب في الدنيا هو بيعملها، بس دي حاجه. وان انا احترمه بشكل ايجابي بشكل غير مشروط. يعني مش لازم يبقى الشخص بيبين ان هو شخص محترم وحلو تمام عشان احترمه، لا، في دايما فرق بين الشخص وسلوكه. احنا الطبيعي ان احنا المفروض نتقبل الاخرين بغض النظر عن سلوكهم. لو سلوكه ده سيء وبيأذيني بوقف السلوك، ولكن الطبيعي ان احنا نحترم ونتقبل الاخرين زي ما هم، لان احنا ربنا اصلا خلقنا مختلفين. ربنا خلقنا مختلفين عن بعض، ربنا مش خلقنا نسخ من بعض. كارل روجرز هو بيقول ان عشان الشخص يحقق نجاح محتاج يحس من الناس اللي حواليه باحترام ايجابي غير مشروط. محتاج يحس بالكوتش بتاعه ان انا بحترمه بغض النظر عن اي حاجه بيقولها. لو بيقول لي ان انا كنت بشرب مخدرات وجاي لك، لو بيقول لي ان انا كنت بعمل فاحشه وجاي لك، لو بيقول لك كنت بعمل كذا وجاي لك، فانت مش في وضع ان انت تحكم عليه، لا احكام. فده رقم 1. وانت بتقعد مع حد وتعمل جلسه لازم تتعلم ازاي تحترمه. بحترم الشخص unconditional، غير احترام غير مشروط، بتقبله زي ما هو. طب ايه اللي يساعدني ان انا اتقبله زي ما هو؟ ان انا بمنتهى البساطه لازم ابقى عندي فكره كده ان احنا كلنا اشخاص مختلفين، وان انا لو كنت في ظروفه كان ممكن اعمل اسوأ من اللي هو عمله. زي ما احنا بنقول كده دايما على الفيسبوك، محدش فينا مستور، كلنا عندنا عيوب، كلنا عندنا حاجات، سوري، محدش فينا انا اسفه، محدش فينا كامل، احنا مستورين فقط. كلنا عندنا عيوب وكلنا عندنا حاجات وحشه اكيد في شخصياتنا، احنا مش كاملين. فكون ان انت مستور، فانت لو اتحطيت مكانه كان ممكن تعمل اسوأ من كده. فعشان كده المفروض ان انا بتقبل الشخص زي ما هو. فده رقم 1. رقم 2 ان انا كارل روجرز بيقول بعمله تعاطف مع الواقع بتاعه. بعمله تعاطف، ده التعاطف احنا كنا بنتكلم عليه، بعمله دعم، بحسسه ان انا شبهه، وده اللي احنا لسه هنتكلم عليه شويه بالتفصيل. 3 حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي كارل بيقولها، ان انا اكون حقيقي وانا بشتغل مع حد، حقيقي ما بمثلش. اوقات انا بشوف، يعني انا بقالي كتير في المجال ده، انا بقالي داخله دي يعني 8 سنين بدرس كوتشنج، بلاقي ناس بيتعلموا بيعيشوا في دور كده غير دورهم. يعني عشان توصل للناس لازم تبقى حقيقي، عشان توصل للناس تتعلم منك حاجه لازم تبقى حقيقي، عشان توصل لحد تساعد حد لازم تبقى حقيقي. حقيقي يعني مش مزيف، يعني مش مزيف، يعني مش لازم اعيش في الدور. يعني انا حتى دايما اقول لهم من اخلاقيات الكوتشنج ان انت ما تعيش في الدور ان انت بقى كوتش وان انت جامد وان انت ما حدش قدك في الحياه. لا، احنا كلنا عندنا حاجات حلوه وحاجات وحشه. انت ممكن تبقى شاطر وعندك اكسبيرينس وبتتعلم حاجات ظريفه، بس دي لنفسك في الحياه العاديه. لكن لو انت قاعد مع حد بتعمل جلسه كوتشنج، لا، انت شخص عادي جدا زيك زيه، انتوا بتتعاملوا من نفس الحته بالظبط. انا بس الفرق ان انا عندي شويه ادوات بقدر اساعدك بيها. فالثلاث حاجات دول حاجات مهمه، لازم ناخد بالنا منهم. تعالوا نرجع تاني للدعم.
زي ما انا بقول كده، لازم ان احنا نوفر للشخص بيئة آمنة. وبيئة آمنة دي بمنتهى البساطة ان الشخص يحس ان هو مطمن ومرتاح وهو قاعد معايا. ايه اللي يخليه مطمن؟ ان انا احسسه ان انا شبهه. احسسه ان انا شبهه ازاي؟ يعني احنا عندنا في ديننا، في دين الاسلام، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. يعني ايه؟ يعني خاطبوا الناس على قدر عقولهم. وده اللي احنا بنتكلم عليه في الكوتشنج. يعني حضرتك او حضرتك لو انتي داخله مطعم 5 ستارز يعني، او رايحه مكان فظيع، فاكيد بتتكلمي باسلوب وشكل معين. ولو هتقفي تشتري من الشارع، اكيد بتتكلمي باسلوب وشكل معين. ما ينفعش مثلا تروحي تقولي لست مثلا بتبيع في الشارع، والله اوكي انا اي وونت مش عارفه ايه، بليز جيف مي. ما ينفعش ان انا اكلم اصلا حد، ما ينفعش اكلمها بالشكل ده، ما ينفعش. الناس المفروض احنا بنعمل ايه؟ لو بنكلم الناس بلغتهم، بكلم الناس ببساطتهم. لو شخص عميق اتكلم معاه بعمق براحتك، لو شخص بسيط انزل الناس واتكلم معاها بنفس الحته البساطه بتاعتها. وده اللي خلاني المره اللي فاتت اكلمكم على الانظمه التمثيليه، البصري والسمعي والحسي، لان دي من الحاجات المهمه اللي احنا في الكوتشنج بتساعدنا في الكوتشنج. ليه؟ فاكرين لما كنا بنقول المره اللي فاتت الشخص البصري بيتكلم بسرعه وسريع ودايما اكتف وعايز يعمل كل حاجه وينجز كل حاجه بسرعه جدا زي ما انا بتكلم كده. والشخص الحسي شخص صوته واطي وهادي وبسيط. فانا هند لو داخله اعمل جلسه لشخص، الشخص ده حسي وهادي وانا اصلا سريعه وبتكلم بسرعه، يعني مثلا الشخص داخل عندي بيعمل جلسه، فبيقول لي ايه؟ انا والله انا تعبان وعندي مشاكل والله كتير ومش عارف اعمل ايه. فاروح انا هند بقى، لا ما تقلقش، احنا ان شاء الله في الجلسه دي احنا هنبدا نساعدك ونخلصك من كل المشاكل اللي عندك، وهنبدا نشتغل على كذا ونشتغل على كذا ونشتغل على كذا، وهنبدا نعمل كذا ونعمل كذا. طبعا الكلام ده غلط جدا في الكوتشنج. يعني ايه غلط في الكوتشنج؟ يعني لازم تمشي في الكوتشنج تعمل ماتشنج مع سرعه العميل اللي قدامك. فانا لو بدات اكلم الشخص اللي بقى انا معاه بالشكل ده، وعلى فكره ده اصلا في الحياه كمان مش بس في الكوتشنج، انا اصلا دايما اقول الكوتشنج اسلوب حياه، فده اللي انا بتعلمه بطبقه كله في حياتي. فانا لو في حد بتكلم معاه والحد ده بيتكلم بالراحه وانا عماله اكلمه بسرعه 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 بسرعه، لو انا في جلسه الشخص مش هيبقى مرتاح، مش هيحس فعلا ان هو في بيئه امنه. هيحس ان الكوتش بتاعه هو مستعجل ليه، هو عايز يخلص، عايز ينجز وراه حاجه، والعكس. لو انا ككوتش بتكلم بالراحه وهادي وعايش في دور سوما العاشق، فايه اللي بيحصل؟ والشخص اللي عندي جاي لي بقى حد كده يقول لي بصي بقى انا عايز نفسي اعمل كذا وعايز اظبط وقتي وعايز اعمل كذا وعايز اعمل بروجكت جديد، والبروجكت الجديد ده لازم نشتري فيه كذا وعايز اعمل كذا. فتخيلوا لو الشخص جاي بيتكلم بسرعه كده وبشكل كده، وانا ككوتش بقول له طيب كويس، خلينا نقعد ونتكلم ونبدا نحط خطه ونبدا نشوف ايه الانسب بالنسبه لك. طبعا الشخص هنا في الوقت ده هيتخنق ويمشي في الاغلب، مش هيحس ان هو في بيئه امنه، مش هي دي البيئه اللي عايزها. عشان كده بقول كلمه خاطبوا الناس على قدر عقولهم. يعني امشي دايما مع الشخص، خليك دايما شبه الشخص. يعني ايه دايما شبه الشخص؟ بمنتهى البساطه بدون الدخول في تفاصيل. لو انا قاعد مع حد كده بيتكلم بسرعه وصوته عالي والشخص ده بيتحرك كتير، قدر المستطاع بنسبه 70-80% بحاول اطلع للحته بتاعته، اكلمه بنفس التون بتاعه. عارفين لما بكلم الشخص بالحته بتاعته بيحس ان انت شبهه. مهم جدا الشخص يحس ان انت شبهه. لو العميل بتاعك حس ان انت شبهه فهيفهم ان انت مش هتحكم عليه، فده هيديك فرصة احسن ان انت تفتح الأوضة المغلقة. اوكي طيب، 3 حاجات بتاع كارل روجرز.
الاحترام الايجابي غير مشروط، وان التعاطف الدقيق مع واقع العميل. والتعاطف ده اللي انا كنت بشرحه دلوقتي، ان انا ابقى شبهه، ان انا ابقى ماشي معاه على نفس الوتيره، ان انا حاسسه ان انا زيه، مش ان انا حاسسه ان انا جاي من كوكب اخر، لا، او ان انا مفيش اللي بعدي في الحياه. في الكوتشنج مفيش كده. الشخص هيفتح لك قلبه وهيتكلم ويطلع الحاجات اللي بتوجع الحقيقيه بجد، لما يحس ان انت البيئه، انه في بيئه امنه، يعني انت متقبله، يعني انت بتتكلم يعني انت مهما هو قال انت مش هتحكم عليه، مهما هو عمل انت مش هتحكم عليه. طيب ده في الدعم. تعالوا نقول نقطه كمان في الدعم مهمه. دايما يا جماعه استخدموا كلمات، لو انت بتعمل جلسه لحد استخدم كلمات الشخص اللي قدامك. يعني ايه استخدم كلمات الشخص اللي قدامي؟ قدر المستطاع احنا دايما بنحب كلماتنا، كل واحد بيحب كلماته. يعني ايه بيحب كلماته؟ كل واحد كده عنده قاموس لكلماته، definition، توصيف للكلمات بتاعته. فهتلاقي هند عندها كلمه كلمتين دايما بتستخدمهم في كلامها. فكل واحد عنده الطريقه اللي بيتكلم بيها. يفضل لما انت بتيجي تتكلم مع حد سواء في الحياه او في الكوتشنج، زي ما احنا قلنا، احنا اتفقنا ان كل معلومه هتتقال هنا ككوتش انا اقدر استخدمها في حياتي العاديه. قلنا ان الكوتشنج مش مجرد كورس انت بتحضره، لا، انت بتتعلم ان هو اسلوب حياه. عشان كده يمكن احنا الكورس اللي احنا بنقدمه بيقعد 3 شهور. ليه؟ عشان احنا بنتعلم ان احنا بنبني نفسنا ككوتشز اسلوب حياه. فكل حاجه احنا بنتعلمها جوه الكوتشنج بنطبقها بره في الحياه، فبالتالي واحنا بنعملها في الكوتشنج بنعملها بشكل احسن. طيب زي ما احنا قلنا كده ان دايما استخدم كلمات العميل قدر المستطاع، وده بيقربكم برضو اكتر من بعض. ودي يمكن انا دايما اقول يعني الكلام ده ممكن يبقى مفيد قوي لاي ام عندها اولاد. دايما الام تبقى واخده دور اللي هو الايه، القائد، او اللي هو المسيطر. فتلاقي مثلا ابنها بيقول لها مثلا كلمه مثلا قشطه مثلا، تقول له ايه ده، ايه الكلمه اللي انت بتقولها دي، ما ينفعش تقول الكلمه دي. بتبقى ايه النتيجه؟ الولد بيبطل الكلمه، صح؟ كام واحد الولاد سمع من ولاده كلمه، انا مش بتكلم على طبعا الكلمات البذيئه، لا، الكلمات البذيئه لازم نوقف ولادنا عنها، ولكن لو اي كلمه دارجه مثلا، اي كلمه دارجه، فهل انا لما اقول لابني لا ما تقولش الكلمه دي على طول، خصوصا لو ابني في مرحله المراهقه على طول بيسكت خالص، مفيش الكلام ده. طب انا اعمل ايه؟ دايما انا بقول للامهات انزلوا واقعدوا مع اولادكم، اتكلموا معاهم بطريقتهم هم، يعني بستخدم مفرداتهم. وبعد شويه ده بيقوي الالفه بيني وبينهم، وبعد شويه باخدهم واطلع. يعني ايه باخدهم واطلع؟ يعني لما بقعد مع ولادي واسمعهم من غير ما اقعد احكم ولا اديهم اوامر ولا اقعد اعمل كل الكلام اللي كل الامهات بتعمله كالعاده. ده مطلوب في وقت من الاوقات، ما هو مطلوب. لو ولادك بيعملوا غلط لازم تاخدي اكشن، ولكن مش طول الوقت. في وقت الاكشن، وفي وقت تاني نقعد ونتكلم ونستخدم اللغه بتاعتهم ونستخدم كل الكلام اللي هم بيقولوه. وبعد شويه ده بيعمق الالفه، ده بيعمق الدعم بيني وبين الشخص اللي معايا. انا بستخدم كلماته، لما بستخدم كلماته فانا كأن انا بقوله بص حتى كلماته انا بستخدمها، فانا شبهه قوي. فبالتالي لما ببقى شبهه باخده زي ما بقولوا بطلع بيه لفوق، ببدا اطلع بيه اكتر نقطه لفوق. فبالتالي ساعتها لما هقول حاجه معاه، لما اقول له لا الكلمه دي مش صح ان احنا نقولها في كذا وكذا، هيبدا يتقبلها مني. لان احنا كده بيقول لك ايه، الالفه تدل على ضعف المقاومه. يعني ايه؟ دايما الشخص اللي بينك وبينه الفه ود، متقبله وانت هو متقبلك وانت متقبله، الشخص ده بتتقبل منه اي حاجه. لكن الشخص اللي مفيش بينك وبينه الفه لا تتقبل منه اي حاجه، بتقف له على الواحده. يعني خليني اقول لك، انت ممكن تقبلي كلمه مثلا من واحده صاحبتك انتمتك، لكن مثلا ما تقبلهاش من زميلتك في الشغل. ليه؟ لان بينك وبين صاحبتك الفه، لكن مش بينك وبين زميلتك الفه كفايه. فهمتوا